السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بإخواتي وحبايبي. يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في سعادة، يا رب تكونوا في أتم صحة. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. قبل ما نبتدي الوصفة هنسمي الله ونصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنعمل مع بعض العيش الشامي بطريقة سهلة جدا، بس الطعم خطير. يلا بقى قومي اعمليه كده للفطار أو العشاء. عيش كده خفيف وسهل كده في عمايله، ومقاديره إن شاء الله موجودة في كل بيت. كفاية إن هيكون من إيدك يا ست الكل. ده كفايه بس ان انت اللي هتعمليه بايديكي. طبعا هنا بوريكي العيش طري جدا ويعني بتفتحيه بكل سهوله. طبعا العيش في البيت او اي مخبوزات في البيت ده بيبقى خير كده وبتحس ان في بركه كده في البيت، وكفايه ريحته. انت فاهمه قصدي؟ كفايه الحاجه كده فيها خير في البيت. طبعا معايا كيلو دقيق، ومعايا معلقتين كبار خميره، واربع معالق سكر، ونص معلقه كبيره بيكنج باودر، وذره ملح. عايز تعملي كميه اكتر ده براحتك. عايز تعملي نص الكميه، نص كيلو مثلا، برضك ايه ده بيرجع ليكي انت. بس هنا لو عملتي بقى كميه اكتر، اول ما تخلصيه على طول يبقى دافي كده، حطيه في الفريزر، وبعد كده لما تعوزيه طلعيه قبلها بربع ساعه. طبعا هيسهل معاكي ايه في بيكون عيش كده في البيت، لما مش مثلا ما عندكيش عيش بتطلعي منه وتاكليه بجبنه، تاكليه باي حاجه، يعني بيبقى لقمه كده في البيت بتبقى حلوه. طبعا الميه هنا بتبقى حسب نوع الدقيق. يعني هنا خدت معايا 4 كوبايات ونص، ممكن تاخد معاكي 4 كوبايات بس او اكتر حسب نوع الدقيق. طبعا هنا دقيق متعدد الاستخدامات. طبعا هعجن لمده ما تقلش عن 10 دقايق، يعني من 10 دقايق لربع ساعه عجن متواصل. العجن اللي هو كويس ده بيحصل ايه؟ بتحصلي على افضل نتيجه للعيش، بيكون خفيف وطري. والعجين الكويس ده ضروري جدا عشان بيساعد في فرد، يعني لما بتيجي تفردي العجينه بيسهل معاكي الفرد بتاع العجينه، وبيدي هشاشه خالص جميله جدا للعجينه. يعني العجين الكويس ده بيدي طراوه وخفيه كده للرغيف بتاعك. لو ما عجنتيش كويس العيش كده بتحس ان ايه، تقيل. فلا، احنا الحاجه دي في ايدينا. اعجني كويس جدا لحد العجينه ما تبقى ناعمه جدا معاكي، وتكون بتلزق حاجه بسيطه جدا، بتلزق حاجه بسيطه. امشي معايا بس بالظبط بالخطوات، وهتاكلي احلى عيش شامي، احلى من بره، يعني ما فيش اصلا مقارنه. انا بجيب عيش من بره لا ما بيعجبنيش زي اللي بعمله في البيت بصراحه. بس طبعا هركن العجينه كده ايه لمده نص ساعه، في الحر ده هياخد نص ساعه معاكي تخمير، وطبعا على حسب الجو اللي انت فيه. خمرت معايا. طبعا هقطع الكور صغيره او كبيره، ده حسب انت ما بتحبي العيش كبير او صغير. بتحبي الرغيف كبير قطعيه كوره كده كبيره زي البرتقانيه، بتحبي صغير يبقى خلاص الكوره تبقى صغيره. طبعا هنرش الصينيه اللي احنا هنحط عليها رشه بسيطه جدا دقيق، وهكور الكور الحجم اللي انت عايزاه. وبعد طبعا ما هكور هغطيه بكيس عشان خاطر الوش بتاعه ما ينشفش. سهله جدا وبسيطه. يلا طريقه حلوه كده وان شاء الله تعجبك. طبعا بعد ما هنكور العجينه زي ما قلت معاكم هغطيها عشان وشها ما ينشفش. وطبعا هنا عشان معايا كيلو دقيق هبتدي على طول في الفرد. هي خلاص كده ارتاحت، اول ما كورتهم خلاص كده كانت ارتاحت اول صينيه ليا. طبعا اهم حاجه بعد طبعا العجن كويس جدا، اهم حاجه معايا الخطوه اللي جايه اللي هو الفرد. انا هنا عايزه الفرد يكون وسط، ولا يكون الفرد يكون رفيع قوي، مش هتقبي معاكي وانت بتسويها. ولو السمك تخين برضك مش هترفع معاكي الرغيف العيش مش هيرفع معاكي، هيكون تقيل. فهنا عايزه العجينه وسط. انا هفردها معاكم وهوريكم السمك اللي انا عايزاه. ما ترفعهاش قوي عشان تتنفخ، وبرضك ما تخنهاش قوي عشان برضك تتنفخ اهي. وطبعا هعمل معاكم كذا واحده عشان تشوفوا برضك ايه السمك بتاعها. وطبعا بين كل فرده وفرده، يعني بين كل رغيف ورغيف برش رشه بسيطه جدا دقيق. بجيب بقى طاسه ما بتلزقش، تيفال او اي نوع ما يكونش بيلزق يعني. وهنزل بالرغيف العيش يا دوبك ثانيه على كل جهه، يعني اول ما انزلها ثانيه وهقلبها. ضروري الخطوه دي، اول ما تنزلي الرغيف ثانيه وتقلبيه على الناحيه التانيه عشان تتنفخ معاكي. يعني ما ينفعش اسيب الرغيف واقول خلاص ده هيقب معايا، لا، مش هيقب معاكي، او حتى لو قب معاكي من السوا بتاعه مش هيكون مظبوط. فانت ثانيه وقلبيه على الناحيه التانيه زي ما انتوا شايفين كده. طريقه سهله جدا وبسيطه، وان شاء الله ان شاء الله تعملي احلى عيش شامي.
وربنا يا رب يحسن ما بين ايدك يا ست الكل، وان شاء الله ان شاء الله الوصفه تعجبك، سهله وجميله، ولقمه العيش بصراحه تحفه، يعني بجد حرفيا طعمها حلو قوي الطعمه. طبعا العيش عايزه تغمزيه بجبنه، تغمزيه بمربى، بالحاجه اللي انت عايزاها. انا هنا طبعا ايه، هعمله زي المطعم. هحشيه شيبسي وسلطه طحينه وسلطه خضراء زي المطعم بالظبط. عايزه تحشيه فول وعليه طحينه او طعميه سخنه كده انت قالياه في البيت، براحتك خالص، الحشوه اللي انت عايزاها. طبعا هنا الشيبسي لما بعمله بحط عليه خلطه توابل اللي هي بتاعه البطاطس ورشه شطه، بيكون طعمه مختلف جدا، بيبقى طعمه حلو قوي، بيبقى احسن من بره. الشيبسي بتاع بره كده بحس ان بتاع المطعم اني ناشف كده، ومعرفش طعمه مش بيعجبني بصراحه. فانت اعملي الشيبسي في البيت زي ما انا عملت، والسلطه الطحينه احنا عملناها قبل كده في فيديو، ادخلوا شوفوه. عملت سلطه معلش انا اسفه، عملت الطحينه الخام، انا عملتها في القناه، شوفوها، ودي اللي عامله منها السلطه الطحينه، حلو قوي قوي، هتعجبكم. كل حاجه هنا عاملاها في البيت، الشيبسي والسلطه وكل حاجه. طبعا ايه اللي يريحك، يعني انت عايزه مش عايزه تعمليه سندوتشات، اللي يريحك. يلا اللي وصل لحد هنا بقى يدوس لي لايك كده من ايديه الحلوه. وانا برحب بكل اللي دخل القناه، نورتوني، وبقول لكم بجد يعني انتوا نورتوني ونورتوا عيلتنا الجميله، وربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم ويبارك لكم في عمركم، وكل نفسه في حاجه ربنا يا رب يديها له. وانا بحبكم في الله. احنا خلاص خلصنا العيش، بوريه لكم كده من قريب. ما شاء الله كميه حلوه قوي قوي، ما شاء الله. لو طبعا عايزه تشيلي منها تهدى شويه كده وفي اكياس وحطيها في الفريزر. هنا بوريكم العيش بفتحه بكل سهوله، مش مكتوم، بالعكس لقمته حلوه قوي، بجد طعمه حلو. عايزه في العجينه تحطي معلقه خل، وانت بتعجني يعني برضك الخل محسن للخبز، حطي معلقه خل، انا نسيت احط معلقه خل. بس العيش زي الفل، زي قلوبكم كده، ابيض زي قلوبكم. وان شاء الله ان شاء الله تعملوه بكل سهوله باذن الله، مش هياخد معاكم وقت، اعملوه كده في بالليل كده في الطراوه شويه. وهو على فكره ما فيش حر، لان انت بتعمليه في الطاسه مش في الفرن، يعني مش هيحررك. هنا انا عامله الشيبسي زي ما قلت لكم، حاطه عليه توابل بطاطس وبابريكا مدخنه ورشه بسيطه كده ايه من الشطه، زي ما تحبي. وسلطه اللي بعملها للسندوتشات ما بتحطش عليها اي ميه، هي خضار بس، خس او كابوتشا، اي خضار عندك، او بقدونس مع خيار وقوطه وبصل، بس ما بتحطش اي حاجه بس كده. وسلطه الطحينه طبعا دي سهله كلنا عارفينها، وبقى ان شاء الله اعملها معاكم انا عملتها قبل كده في القناه وهعملها معاكم تاني. طبعا عايزين تحشوه فول كده مهروس بالطحينه، طعميه سخنه، تاكلوه زي ما قلت لكم كده بجبنه او مربى زي ما تحبوا. انا قلت الوصفه وبكل اسرارها، وان شاء الله باذن الله تعمليها وتطلع احسن كمان من اللي انا عاملاها. طبعا جنبها شويه مخلل كده يفتحوا النفس. وطبعا انت عارفين السندوتش بره بكام، شوفوا بقى احنا عملنا الكميه دي كلها، يعني دول بطاطسيتين ما شاء الله، طبق يعني مليان، يعني حاجه كده نظيفه وموفره في بيتك. يلا ما تكسليش كده، يلا وتشجعي وقومي اعملي احلى عيش شامي واحلى سندوتشات. يلا قولوا رايكم كده في الكومنتات، واسيبكم في حفظ الله، مع الف سلامه، مع السلامه.